السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردا على السؤال ده، السؤال كان واحد كاتب لي في الكومنتات، بيقول لو حد لسه ما بدأش المنهج، لو خلصت المنهج، انت دلوقتي بتقول لو خلصت المنهج، انت لسه ما خلصتش او ما ذاكرتش المنهج اصلا، فانت حاول على قد ما تقدر تركز على المنهج الاول وتخلصه على قد ما تقدر. احل نماذج استرشادية ولا امتحانات سنين سابقة؟ انت دلوقتي لو انت داخل على امتحانات وفاضل ايام بسيطة، ما تحاولش تذاكر المنهج زي ما انا ما قلت الفيديو اللي فات. انت في الوقت ده انت حاول تذاكر الملخصات، حاول تجيب مذكرات ملخصات وتحاول تحلها ولا تحاول تحفظها على قد ما تقدر وتفهمها كويس جدا، لان انت دلوقتي لو اعتمدت على الحفظ بس انت معاك وقت قليل وهتنسى اللي انت حفظته. ولكن انت في الحالة دي لازم تفهم السؤال جاي ازاي، عشان رك ما تتزنق في سؤال ما كنت مش عارف اجابته، تحاول تفتكر هو كان ماشي ازاي السؤال ده. فدي نقطة مهمة لازم تاخد بالك منها. وفي نفس الوقت ما تذاكرش منهج، انت فاهم، مش هتجيب الكتاب تذاكر صفحة صفحة وتذاكر درس درس او فصل فصل. انت دلوقتي انت كده بتتعب نفسك وهتجهد نفسك على الفاضي. انت في الوقت ده عاوز تذاكر، يعني تلم على قد ما تقدر من المنهج، مش عاوز تذاكر كل المنهج يعني. فانت هتحاول تذاكر الحاجات المهمة اللي موجودة في المنهج فقط، زي ما انا ما قلت النوبة اللي فاتت، ودايما بقول في كل فيديو انك تذاكر بقانون باريتو 80-20، لازم تذاكر بيه لان القانون ده مهم جدا. تاني حاجة بيقول احل نماذج استرشادية ولا امتحانات سنين سابقة؟ عامة ده او ده، يعني انت لازم تحل، انت لازم تحل على قد ما تقدر في الوقت ده. انت لو في تالتة ثانوي لازم تحل من الاتنين، انت قبل الامتحانات ب5 ايام ولا حاجة لازم تخش تحل امتحانات سنين سابقة كتير جدا، وتحاول على قد ما تقدر اليوم اللي انت رايح فيه عند المدرس اللي عليه المادة دي ولا حاجة، لازم تكون واخد معاك كمية أسئلة تكون مش عارفها وتخلي الأستاذ يشرحها لك أو يحلها لك. فلازم تاخد بالك من نقط زي دي. يعني الحوار كلته مش معتمد على نماذج استرشادية ولا امتحانات سنين سابقة، بس أنا بالنسبة لي الأفضل برشح امتحانات السنين السابقة. ليه؟ لأن هتلاقي فيها أسئلة متكررة في امتحانات السنين السابقة، والأسئلة دي أكيد ما بتخلاش منها امتحانات، فلازم تاخد بالك من النقطة دي. بعد كده أكتفي بيهم ولا إيه رأيك؟ ماشي. وكمان قبل العربي بيتساب كام يوم؟ انا هسيب 4 ايام. انا بقول لك اهو الحوار كلته مش انك تسيب 4 ايام ولا كذا، لا، انت حاول على قد ما تقدر تسيب ايام فارغه ما بين كل ماده وماده تحل فيها امتحانات استرشاديه. انت في الوقت ده ما بتذاكرش، ما تحاولش تذاكر، اسمع مني، انا يوسف بقول لك ما تذاكرش. حاول على قد ما تقدر تحل اسئله كتير. لو انت في ثالثه ثانوي او يعني في اي سنه من السنين بتاع الثانوي، ما تحاولش تذاكر في الوقت ده، انت تكون اصلا لامم المنهج قبلها بفتره وتكون مذاكر ملخصات والدنيا دي، ولكن حاول تحل مسائل على قد ما تقدر. ممكن تعمل مراجعه بسيطه كده على خريطه انت كنت عاملها، خريطه ذهنيه انت كنت عاملها في ورقتين 3، ممكن تراجع عليها على السريع. ولكن على قد ما تقدر لازم في الوقت ده تحل امتحانات كتير. حاول تدرب دي ودي عن يطلعوا حاجات كتير، يطلعوا اسئله كتير. حاول تحل كتير. طب في سؤالين 3 في كل امتحان مش عارفهم، حلو ده، تمسك السؤالين 3 دول تكتبهم في ورقه وتخليهم، خلي ورقه معاك تكون اسمها ورقه الغير فاهم، انت فاهم الحاجات اللي انا مش فاهمها، خلي الورقه دي معاك دايما. وفي تطبيق انا كان معايا بتكتب فيه السؤال في الوش وفي الظهر بتبقى فيه حل السؤال، ويا ريت تكون منزله عندك، او ممكن تستخدم الورقه والقلم، وده احسن لو انت ما بتستخدمش لو انت ما بتستخدمش التليفون في الوقت ده. فانصح يعني ما تمسكش التليفون في الوقت ده، لان هيشتتك جامد مهما تبعد عنه او تقول انا التليفون معايا ومش هعرف مش همسك التليفون، هيشتتك برضه. وحاول على قد ما تقدر تكون بتركز على امتحانات كتير، تحل امتحانات كتير، يعني ده من ضمن الحاجات اللي انا حابب اقولها لك، تحاول تركز على امتحانات كتير. ويعني شكرا للشخص اللي كتب السؤال ده، لان السؤال ده كويس جدا وشايف انه يفيد ناس كتير. وبكده خلصنا الحاجة اللي انا كنت حابب اقولها بالنسبة للسؤال ده. يعني لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، ولو عندك اي سؤال او اي استفسار عن نقطة معينة يا ريتك تكتبها في الكومنتات. سلام.